يدخل النادي الإسماعيلي معسكر مغلق غدا السبت قبل 48 ساعة من مباراة البنك الأهلي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز من أجل زيادة تركيز اللاعبين وتصحيح المسار. وتلقى الإسماعيلي الهزيمة في المباراة الأخيرة أمام نادي إنبي بهدف دون رد، لذلك يبحث عن الفوز على البنك الأهلي من أجل تحسين نتائجه في الدوري. ومن المقرر أن يضم الجهاز الفني للإسماعيلي الثنائي محمد عمار وخالد النبريسي بعد استبعادهم من المباراة السابقة لأسباب فنية. وحددت إدارة النادي الإسماعيلي 8 أكتوبر موعد للجمعية العمومية لطرح الثقة في مجلس الإدارة، وذلك بعد رفض الجمعية العمومية للنادي الميزانية واستغلال النادي الإسماعيلي الاجتماعي، حيث تنص اللائحة حال رفض الميزانية تحدد جمعية عمومية لطرح الثقة في مجلس الإدارة من جديد.